عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. رجعت لكم بدبارة جديدة، دبارة مشتهية للناس سورتو اللي في الغربة، وزيدا نعملوها بالمناسبات متاعنا التونسية. كيف المرات ولد. دونك رجعت لكم بدبارة الزرير. يلا تابعوني للاخر باش تعرفوا شنو ما المكونات وكيفاش حضرناه. بسم الله. دونك باش نبداو. كما عودتكم حديت لكم المكونات: 500 غرام جلجلان احمر، 500 غرام يا اما بوفريوه مرحيه، والا انا اخترت هنا اني نحط البوفريوه واللوز 250 غرام 250 غرام. بطبيعه هوني البوفريوه واللوز حطيتهم في الفور على درجه حراره 180 درجه مده 5 دقائق. توا خرجتهم وباش نرحيهم بالميكسر. هذايا الزرير كما شفتوا كيفاش بعد ما عرجته ورحيته بالكدا بالكدا حتى اللي كرزيته، وكما وريتكم البوفريوه هوني بسم الله ما شاء الله ترحات مليح مليح مليح. دونك توا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ كميه الزبده 150 غرام زبده حيوانيه. دونك شنو باش نعمل لها؟ باش نحطها تتغلى. يلا وهوني بعد ما تغلى باش ناخذ مغرفه ونحي بها الكشكوشة البيضة الكل. نزيد علاش قلت لكم لازم يتغلى بالبدا، لازمها تكون زبدة حيوانية. هوني خذيت المكونات الكل حطيتهم مع بعضهم، وخذيت 100 غرام الزبدة وحطيتها في وسطهم وحركتهم كما تشوفوا. توا حطيتهم على الغاز على نار متوسطة. يلا باش نخليهم يغليوا مع بعضهم الكل، وكيف تبدا تبقبق معناتها الخليط الكله نزيد العسل. وتوا كيف بدا يبقبق بالطريقه هذيا باش نزيد العسل وباش ننقص عليه بالكدا بالكدا. نحي المغرفه هذه نقصت عليه وخليتي بشويه اخر. راهو الزرير ما يحبش الطياب برشا. توا كيما طاب بالكدا كيما تشوفوا زدتوا العسل في المرحله الاخرانيه بالكل، ونقصت في الغاز على الاخر ونحركوا شويه. شوفوا ما شاء الله تكستور متاع الزرير. وهوني كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله الزرير متاعي حضر. فرغته في دبوزه بالنار باش نغطي عليه، كل ما نسحق نجبدو نسخي منه شويه خاطر الدنيا ديجا بارده. هو بالطبيعه منفعه للصغار وللنساء وللكبار. علاش قلت للنساء؟ خاطر نحنا في عاداتنا التوانسه نعملوه كي تولد المراه باش يعطيها منفعه وقوه لصغيرها. دونك ان شاء الله دبرت اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتحطوا لي رايكم في كومنتير. يلا نتقابلوا في دبارة جديدة ان شاء الله. بسلامة.